هل معظم الناس عايشة الحياة اللي نفسها تعيشها؟ مع الأسف لا. هم بيعيشوا الحياة زي ما بيفكروا إن ده اللي يقدروا عليه، إن هو ده اللي يستحقوه، إن هو ده المتاح. بيخلوا قراراتهم نابعة من الضرورة واللي شايفين إنهم مفروض يعملوه أو يقدروا عليه، وعادة بيحدوا تفكيرهم باللي يقدروا يعملوه لأنهم ببساطة عمرهم ما أخدوا الوقت الكافي يشوفوا أو يفكروا في أبعاد تانية. بالتالي نتيجة التفكير دي هي جملة متكررة زي الناس اللي زيي مش ممكن يعملوا زي دول، أو أنا مش ذكي كفاية عشان أبدأ شغل خاص بي، وغيره وغيره. وده اسمه المتعارف عليه المعتقد المحدد أو التعجيزي limiting belief. في كل اللقطات اللي في حياتنا اللي بنحس فيها ان الموضوع صعب، لو ركزنا كده هنلاقي كلمات نابعة عن أفكار ومعتقدات تعجيزية هي خبيثة قوي، فعقلنا اللاواعي بتقول لنا ما ينفعش، مفيش فايدة، صعب، ما تقدرش. بس احنا بنبقى شايفين ان احنا بنقول لنفسنا كلام حلو قوي. انا عايز اكون احسن حد في المجال بتاع شغلي، انا هشتري ان شاء الله البيت اللي نفسي فيه، انا هكون زوج كويس، انا ام عامله الصح مع اولادها. طب لما احنا بنقول كلام حلو قوي وناويين نية حلوة قوي، طب ايه اللي بيحصل؟ نحكي بقى الحكاية من الاول. العقل اللاواعي احنا بنشبهه بالفيل، والعقل الواعي بنشبهه بالفار. ليه ده الفيل وده الفار؟ زي ما قلنا قبل كده، الفيل اللي هو العقل الواعي بيخش له 2 مليون معلومة في الثانية، والفار اللي هو العقل الواعي بيفلترهم ل 134 معلومة في الثانية. ومع كده رغم الفرق الرهيب بكمية المعلومات اللي داخلة، الفار بيبقى شايف نفسه على الفيل، شايف انه الأقوى، انه المتحكم، انه هو اللي فاهم وبيصمم على رأيه. الفيل بقى بيقعد يتفرج عليه وهو دايس على ديله لحد ما الفار يفرهد، وفي الآخر الفيل بيعمل اللي هو عايزه، أو بالأصح اللي شايفه صح عشاننا إحنا. أصل الفيل ده قصته قصة مش سهلة أبدا. اللي عايزه اللي هو إيه؟ يعني مثلا واحد عايز يتجوز بيعمل كل خطوة عشان يتجوز، لدرجة إنه كل شوية يقابل حد، وبيحاول عن طريق الصديق، عن طريق الأهل، زميل، يعني بصوا أي حد ممكن يجيب عروسة. بس داخليا في معتقد جاي من بعيد بيقول إن الستات نجدية، فكل ما يفكر يروح يقول إيه، أنا هروح للنكد برجلية. فبعد كذا مرة تلاقي عمال يطلع له 3000 طريقة يقنع بيها نفسه إنه مش لاقي الشخص المناسب، مش عشان ما فيش شخص مناسب، إنما عشان في معتقد مستخبي ورا. كل اللي احنا محتاجينه إن احنا نطلع المعتقدات اللي بتوقفنا دي على الوش عشان نعرف نتعامل معاها. طيب إزاي نطلع المعتقدات اللي موقفانا؟ أول حاجة نكتب في ورقة أي معتقد موقفنا أو مضايقنا، أي حاجة. أنا النهاردة أي حاجة بفتكرها سلبية، معتقد سلبي، أكتبه على طول. وبعدين نكتب منين ممكن يكون جاي المعتقد ده. يعني مثلا الستات نكدية، جاي منين الستات نكدية؟ كلام بسمعه، الناس بتقعد تقوله مع بعض، ونحاول نفتكر الجمل اللي اتقالت فعلا بالكلمات وكله، ونسأل هل هي حقيقية؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي الستات نكدية، هل كل الستات اللي تعرفهم في حياتك فعلا نكدية؟ ممكن يكون كتير نكديين عادي، يعني مش قصة، انما انا بتكلم على اللقطة بتاعت ان كل الناس، كله انا فاشل في كل حاجة، ما عادش فيه رجالة كويسة، كل الناس بقت وحشة. التعميم خلاص.
فاحنا هنحاول في اللقطة دي نركز على الحتة دي ونشوف هل هي حقيقية ولا لا. وطالما ان هي مش حقيقية ومجرد افكار، يبقى تالت خطوة نعرف مين اللي بيتحكم في الافكار دي. مفروض احنا اللي بنتحكم في افكارنا ولا هي اللي بتتحكم فينا؟ رابع خطوة هنكتب فيها حقائق بتنافي المعتقد ده. يعني ايه؟ انا عمري ما بعمل حاجة صح، لازم افكر واحط اكتب قدامها انا نجحت اني اعمل كذا وكذا ده انا عملته صح. تمام؟ الكل شايفني بني ادمة مش جدعة، هعدلها لموقف انا فعلا عملته مع حد وقال لي انت جدعة قوي. ايا كان هنكتب حاجة تنافي ده. خامس خطوة هنكتب جملة تأكد المعتقد الجديد اللي احنا عايزينه. الناس اللي حواليا بتحبني، الفلوس ربنا بيرزقني بيها بسهولة ويسر بفضله وإذنه، أنا عندي الحمد لله عيلة جميلة. كل فكرة هكتب قدامها بأكدها بمعتقد عشان أبتدي أغير من حياتي. لازم نفهم إن العقل ما بيفرقش من الحقيقة والخيال اللاواعي، فبالتالي التوكيدات دي مهمة جدا. كل ما بكلم عقلي بطريقة صح كل ما بيقدر هو يطبق ده ويخليه حقيقة واقع قدامنا. خلاصة الكلام، ما تخليش أي معتقد أو حاجز قديم يغير لك المسار اللي انت عايزه لحياتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهنا في إشارة لحاجتين مهمين. أول حاجة إن التغيير مسؤوليتنا إحنا ونابع مننا إحنا. ثانيا إن أي تغيير ممكن ونقدر عليه لو إحنا عايزين بفضل الله وإذنه. وبس بقى، ده عنوان المحطة الجاية.